الستيك وجبة غالية جدا، لكن من أحلى الأكلات اللي ممكن تاكلها في حياتك لو اتعملت صح. عشان كده معظم المحلات بيعملوها أو المطاعم بيعملوها غالية جدا. طيب إيه الحل؟ النهاردة أنا هكلم على الستيك، وأكيد محدش هياكل لحمة لوحدها، فهنعمل جنبها بطاطس مهروسة لأنها فعلا بتكون جميلة جدا جنب اللحمة. بس إحنا هنخلي البطاطس مهروسة في حتة تانية خالص، هتكون فعلا غير. هنقطع 3 بطاطسات مكعبات وهنحطها في مية بملح 10 دقايق. وبالنسبة للحمة اللي هنستخدمها هي الريب آي، ودي افضل حاجه ممكن تعملها ستيك، او افضل قطعيه في العجل ممكن تعملها ستيك، وهي بتكون الجزء العلوي بعد الكتف من العجل. مهم جدا انك تجيبها من جزار يكون مضمون او ماركت كبير. غالبا لو رحت الجزار مش ثقه ممكن يديك قطعيه تانية خالص، فتاكد احسن حاجه تروح لهم اي ماركت كبير هم عارفينها، قول لهم قطعه الريب اي وهو يجيبها لك. الهدف اننا نخلي قطعه اللحمه طعمها قوي وجوسي فعلا. عشان تستمتع بيها لازم يكون طعمها قوي وجوسي في نفس الوقت، وتحس كده وانت بتاكل انك عملت حاجه عظمه. هنستخدم توابل ملح فلفل اسود وتوم روزميري. ندخل على بطاطس مهروسه، نغير الميه اللي احنا حاطينها فيها البطاطس 10 دقايق وهنسلقها تقريبا 10 ل 15 دقيقه. بعد كده هنعمل تيست بالشوك عشان نتاكد ان البطاطس اتسلقت، عشان لو ما اتسلقتش كويس قوي مش هتتهرس كويس. احنا عايزين نعمل بطاطس مهروسه قوامها كريمي، فلازم تكون مسلوقه كويس جدا. وعشان ناخد بطاطس في حته تانية خالص هنعمل ليها تتبيله في الطاسه عباره عن زبده روزميري فلفل اسود ملح توم يكون سليم. التوم لازم يكون سليم. احنا عايزين الفليفر بتاعت التوم، مش عايزين واحنا بناكل البطاطس مهروسه يكون فيه قطع توم صغيره، فلازم نحط التوم يكون سليم. وبعد كده هنشيله هو والروز ميري. في المرحله دي انت ممكن تبقى كرييتيف جدا في الزبده، ممكن تزود فعلا اي حاجه، اي نوع توابل او اعشاب براحتك، وده هيفرق جدا في طعم البطاطس وهياخدها في حته تانية. قلب كويس الزبده لحد ما تاخد النكهه من الروز ميري كويس والتوم. احنا مش عايزين في المرحله ديت نحرق الزبده خالص، احنا عايزينها تسيح والتوم والروز ميري يدبلوا. فخلي بالك من النار ما تكونش تحرق الزبده. واول ما تسيح والثوم والروزميري يتبلوا هنشيلهم هما الاثنين ونحط الميكس اللي احنا عملناه في الزبده دوت على البطاطس ونقلبهم كويس جدا. وبعد ما نضيف الزبده ونقلبهم كويس جدا هنضيف معلقتين من القشطه ومعلقتين جبنه بارميزان. الجبنه البارميزان اختياري ولكن هي هتدي طعم حلو جدا للبطاطس. و10 معالق لبن كامل الدسم ورشه ملح رشه فلفل اسود، ونقلب لحد ما البطاطس توصل لمرحله ان هي تكون كريمي. نحط بطاطس مهروسه في طبق على جنب وندخل على اللحمه على طول. زي ما احنا اتفقنا في الاول احنا عايزين نخلي اللحمه طعمها قوي وفي نفس الوقت جوسي، وعشان كده احنا هنتبل اللحمه قبل ما نحطها في الطاسه بملح كتير. ملح الكتير ده هيساعد حاجتين، ان اللحمه تكون جوسي وفي نفس الوقت يكون في طبقه بره اللحمه تكون شبه مقرمشه شويه صغيرين، كراست كده خفيف قوي، ده بيكون فيه فليفر قوي للحمه وفي نفس الوقت طعمها بيكون احسن. اللي بيعمل الموضوع ده الملح، فاحنا عايزين نزود الملح على قد ما نقدر. وفي نفس الوقت الفلفل الاسمر خفيف جدا، لان الفلفل الاسمر لو زودناه هيغلب طعم اللحمه ويخلي طعم اللحمه مش احسن حاجه، فنرش شويه صغيرين جدا من الفلفل الاسمر، ولكن الملح كتير. وبعد كده في طاسه كبيره هتجيب زيت زيتون وهتسخن الطاسه كويس جدا. اهم حاجه تسخن الطاسه كويس جدا لان ده هيفرق في كراست اللحمه. كراست اللحمه بيخلي طعم قطعه اللحمه حلو جدا. كل شويه تتشيك لحد ما الزيت قبل ما يبدا ان هو يتحرق. في الوقت ده ابتديت اشم ريحه الزيت وابتديت اعمل تيست على الطاسه، لقيتها فعلا سخنه جدا. حطيت قطعتين اللحمه، وفي المرحله دي احنا عايزين نخلي طبقه الكراست من ناحيتين من اللحمه، فهنخلي الطاسه عاليه لحد ما تاخد كراست على الوش ده، وبعد كده هنقلب على الوش التاني تاخد نفس طبقه الكراست. وخلي بالك لو خليت طبقه الكراست من ناحيه واحده يبقى اكنك قللت الفليفر بتاعت اللحمه الضعف. طبقه الكراست مهمه جدا. بعد ما ادينا طبقه الكراست للوشين هنهدي النار، وبعد كده ناخد التوم ونكسره بايدينا او نفتحه كده فتحه بسيطه قوي. احنا عايزين فليفر التوم تكون بس في اللحمه، مش عايزين اي قطع صغيره من التوم لان ده هيخلي طعم اللحمه مش احسن حاجه، لان طعم التوم هيغلب على طعم اللحمه. والهدف احنا نخلي طعم اللحمه قوي ومحتفظ بالفليفر بتاعته. بعد كده على نار هاديه هنخلي اللحمه تستوي واحده واحده، تقريبا كل دقيقه لدقيقه ونص هنقلب اللحمه للوش تاني. وبعد تقريبا 8 دقائق هتلاقي اللحمه بقت ميديوم ويل، واللي هي درجه اقل شويه صغيرين جدا من الويل دون. وبما ان احنا في مصر مش عندنا ثقافه ان احنا ناكل اللحمه تكون ميديوم ويل، او معظم الناس يعني، ولكن انا بقول لك لو جربتها ميديوم ويل دايما بعد كده هتاكلها ميديوم ويل، وهي بتكون مستويه من جوه كويس جدا ولكن اقل سنه صغيره، وبرده بيكون مستويه ولكن بيكون جوسي اكتر بكتير، غير ان فليفر اللحمه بيكون اقوى بكتير من الويل دون. في اخر الفيديو هسيب صوره موضحه لتسويه الستيك بالتايم بتاعها بدرجه الحراره عشان تختار السواء اللي انت عايزه. ولكن لو انت عايز تعمل الستيك ويل دون فانت تقريبا هتسيبه 10 دقايق، وقبل ما تطلع الستيك بدقيقتين او 3 هتحط معلقه زبده كبيره توم روزميري، وحاول ان الزبده تاخد من فليفر التوم والروزميري، وبعد كده تحاول توزع الزبده على اللحمه عشان تاخد من
من نكهه الزبده والحاجات اللي فيها. ممكن في المرحله دي ترش رشه ملح خفيفه جدا، وهجيب معلقه تقعد توزع الزبده على اللحمه من فوق، وبعد كده في الاخر خالص برافو عليك اللحمه استوت، هتدوق احلى حته لحمه في حياتك. بالنسبه للجوسز اللي نزلت من اللحمه والزبده والفليفر دي كلها هنحطها على البطاطس مهروسه، وبالهنا والشفا. لو عملت كل الخطوات اللي احنا عملناها دي مع بعض انت هتاكل حته لحمه حلوه جدا. انا عايز اقول لك في الاخر خالص انا جيت ادوق اللحمه وفعلا خلصتها كلها وانا واقف في الفيديو، ما قدرتش فعلا ان انا اسيبها، حقيقي كان طعمها حلو قوي. متنساش تشترك في القناه لو عجبك الفيديو، ولو عايز تعرف وصفات تانية اكتر وقول لي في الكومنتس اطلب مني اي وصفه انت عايزني اعملها. سلام.